يضمنوش. امال بتاعت الدجون دول تضمنهمش صح، ممكن يتقلبوا بتجيب. لا ما نقولوش قعافي، توكلناش يا احمد. انت يا احمد عليه الطلاق الشبكي مرسي على كدك ده هيكوي نفر استنى بس لما ينفخوا فوق. كمان خسرانه برضه. هو انا انفخك انت يا شيخ. هيعمل ايه هو بس؟ هيعمل ايه واحد؟ اقول لك قاعد يصلي، خلي له عسكري يخليه يصلي. عندك عسكري. كل الناس خلي الناس كلها قصر عن منتجات جديدة إلى حقيقة. لازم تصل ذلك انت مش اقول لك انا عايز يعني نعرف ايه عن الاقتصاد، هو اللي شاف الموضوع ده. يا عم الاقتصاد 4 طن هيقول لك العيال. انت عارف ما ناكله كم مليون كم رغيف في اليوم؟ ده ملايين. ده كفايه فتره الدياش. سيبنا من احنا هنلقوا بصله، هنلقوا دردراي، لكن طب ولو الدياش الديش ماله؟ الديش معاه ياكل والله. عدوا لهم 5 رغفه في اليوم، اليوم كله ما ياخذوا 5 رغفه. وبعدين احنا ليه البلد دي هتركبنا تاني امريكا؟ القرش السلف هيخلينا نضطر لامريكا. كسرين عيننا صح؟ كسرين عيننا. اما نسلفنا يا احمد، معلش انت مبسوط يا احمد. اما يا احمد يحكي عنه انت برضه كسرني هذاك. والله يا احمد نفعنا وعطانا. انزل لك ده انا ما ندي لك، انت عايش بفلوساتي. لكن هو دلوقتي ما يقدرش. انا قلت له اعمل علاقاتك مع السعوديه. امال ليه السعوديه كرهان؟ قالت حسني مبارك 2 بوصه يا حاج، لكن مرسي 5 بوصه. حتى بخطابه قعافي، انا عاوز يقلدني. اول ما يخطب لك تقول جمعه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس تقول هيخطب وهي تاريخها كلام للدولي. عاوزاش كده. هو حسني مبارك لما يركب يعني كان ليه حلايا في الحوايج. هي يا وسد الناس تانية تحبسنا يسوع عليه الطلاق اللي ما حبسنا بالسلاسل نقطع بها. هو كانت ليه حلايا، هي حلايته باسم الشعب. كانت الهيبة بتاعته مديها الرب من البشرية خوف. ايوه سبحان الله. خوف رباني دايما من ربه. والتاني 30 سنة لكن يحفظ الشعب. يحفظ. ومن دي اول ما يخطب لك تقول لك شف ساحي مع فرقه يوم سيدنا الحسين الملوخية والرز. وقال الشيخ وقال يبي يوقف ما عاوزش الشعب ده عاوز. قال الشيخ وقال الله الشعب ده عاوز النفخ. مباحث امن الدولة كانت العربيات تبقى فاضي وكان النفر يشخ بس يشوف العربية فاضية هرهر. مالك المرة دي ليه ترهر؟ مباحث امن الدولة برا يا بنت الكلب. وتقدرش تجيب سيلة اي ما قال جايني في الساحة قال يقول ايه انا هو ما خايفش من ضرب نار ولا خايف من حاجة. ما هو قعاف. امال ليه انا نقول لك قعاف؟ اهو اللي زي ده غرف دقيق. ايه خايفش من ضرب نار؟ يعني انت قبلك ده في ناس مخاصمات جو كتير. مسكين مشى اللي كانوا ضده شفيق. احنا خايفين لا نجوعوا والله. هدي مداعة استني. شفت الصومال اللي كانوا جايبين قلتها نش الدبان والعين ريش بس. الريش بتاعت الطيبان تعدهم 1 2 3 ريش وعضبة معدة شغالة. هي دي بقول لك مداعي افريقيا. ادي الغيك اللان يا راجل مداعي في افريقيا. واحنا نقول مصر كانت تودي مين هيجيب لنا؟ مين مصر كان هالك وياه. كلم مين يا ولدي؟ كلم جدي تاي. يا؟ كلم جدي تاي. حاضر زي وراك يا ولدي. ولد مين انت؟ ولاد عبد الرحمن ابو حسين. طب خلاص زي وراك يا اخي. جبت المقاس. روح يا ولد. زياد تروح مع السعودية كان حابين حسن مبارك كان طيحهم فيها يعمل دي حاضر. امال ليه هو قال ندكم كام مليون وطلعوه من السجن؟ ايوه صح. ليه؟ لانه هو كان راضي عليه. يحبوه صح. لكن دي كان مهدي سرهم. لكن ده لكن قعاف والدقن عفشي. انت احلق الدقن والشنب يعني قارب فوق. ايه مشوق زي السلاح. حتى ما عرفش تعبر في القعدي. وساعات تقول والله بس في الخطبه والله يبي امبارح قلت يبي يخش يا والله العظيم ان شاء الله هنعملوها. ده قرب يحلف الطلاق. والله العظيم يجي لك هباب اقول لك عليه الطلاق معاملين. يا ابوي مشروع الكهرباء عاوزين عليه الطلاق معاملين. انت مشاركه ايه امال اللي ضرركم؟ لكن
لكن هو كان سياسي بس خربوا العشر سنين الاخرانيين اللي فقد فيهم الذاكرين. ليه؟ اللعبة اشتغلت من وراه وهو ما يدراشي. اول ما يقول له يقول هي البلد والله زيني زي عبد الرحيم ابو عطية الله دي. يقول ده عبد الرحيم تعبان حالته، لبسوه بدله عبد الرحيم قرافته. يقول شوف ان الاقتصادي زين يا باشا، ده مسكين كان طحار هم لابسينه بدله وقرافته غني. اسمع يا شيخ حسني مبارك يقول رغم خلاص. الحداد امال شايف عبد الرحيم غني وبالسعود. صح ليه مدين له الصوره في الشريط عكس ولده. كان يقول للصحافه ما تاخديش على ابوي مخه تعب. الاخرانيين دول. لكن دي عاوزة شوية راحة، عاوزة تركيز. يركب يهيب الخطبة باسم الشعب ويروح قاطع. هي فين يبص على الشركات، ينزل على اللي يشرك ده ويشوف ده والاقتصاد وقناة السويس دي لو ناس عقلية قناة السويس يعمل الدنيا بالدرر ما يسقطش زي السودان. ده بالسودان كيلو اللحمة بكام؟ ما يقول لك تعبي شوال على كيلو اللحم، ما يقول لك ب 700 جنيه الكيلو. لا بس دلوقتي اقتصادها رفع دلوقتي. اقتصادها رفع. السودان ده بقي اغلى من الجنيه بتاعنا يا رجل لا والله ما احنا وقع جنيه وقع خالص. لما لقوا مصر وقع قال ارفع السودان. لا لقوا فيها بترول يا بالسعود. لقوا البترول. امال ايه البترول لقوا فيها رفع. بترول السودان. ومهما تغني هي برضو كحالهم عفش وحدش رغيبهم، يعني حدش ياخد منهم قوي. ياخذوا مني ياخذوا مني برضو ذوك الثلالزي اللي في العتبة زي اللي هيفتح جديد مش هينفع. صح صح. هو هيقول له النميري ده بتاع السودان مسكين القعاف ابو عصايه وده ماسك له عصايه. برضه امور ده نازل في السعوديه بالعصايه. اعمل عمليه حسين البشير. ايوه ده بنازل بالعصايه كيا. انت أنا راجل رئيس راجل تعرف تعبر. امال ليه في الخطبه تلقى واحد في المنبر يتكلم لك قال الشيخ وقال زين قال الشيخ وقال الله في الخطبة الجامع. الشيخ يكون عاطي محمهوش الناس. وفي واحد يقول أن كذا وكذا ودنقل قدس وجه الناس يا بنت أختي يعني ما على بسعيد يركب يدي الخطبة كيفوش. والأستاذ بعيد كان يقول على بالطبة رحمة الله غشني في الحمارة. كان في الجامع والله في الجامع قال الراجل اللي ما يصلي على الطبة غشني في الحمارة أنا عردي. والناس قالوا مدرك لكن جيب لي مرسي قعافي. امبارح عجبتني خالص خطب عجبتني والله. قلت يا خسارة مرمحين راسك من دارت مع الدودي. احنا خايفين من ايران تدير راسه. ما هدي هو ما دارتش راسه ايران ما تقول علينا احنا عشان تضرب. ليه لو شبكت معاها دولة زينا زي مصر امين يغلبوا الكل. طب انت نازله حرب سوريا على فكره تقول لك في الغردقه اتجوزني بس وكلني تاخدش مهر. صح السوريان صح. وادي المرة وشها وادي والله العظيم الدبس صح. وادي البيت مرغفين. مرهفة. ده كفاية دي لو بست تشبع والله لو بست فيها تشبع. من بتاعتنا مجنزحة وعاملة ما تدل عليها ولا حولة. علي الرجل مقشفة عاوزة 50 عقرابة من بتاع الخلف بتاع الطوب دي علي. لا والله. والله نازلة أهل البلد اتضربت سوريا لكن نازلة حريم زي الورد. كل بتاع دينا بتاع قصر دخل. قالت لك قال دارت في النشر قال لك عذبها واحد بتاع قالوه خدته عذبها عذبانين. ليه بتاعت فرشور مش زينا يتعثر ولا حاجة يطلقوا لك في القالوه يرميه على الشوك يكروا على وين قالت خدته لطول في فرشور. امال ليه قعافه بتاعت فرشور تلقاهم على في القصعه يقل النفر يعرق زي جمل الدلو. والله بتاعت فرشور ياكل في البرسيم والله العظيم على دي عاملين برسيم يحتاج عملوا حلبي
يا كلت رغيفين وراح الراجل قال لي ده برسيم حجاج يا حاج كيف؟ قلت كنا احنا فضينا خلص الكون بس تشتغل كنا وفضي. خلاص قول لي وادي الحريم اللي نازله هي دوله الخير بتسوي ما يضرب فيها لما دخنها خالص.